السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هنتكلم على DNA transcription in prokaryotes، نسخ المادة الوراثية في البروكاريوتس. طيب أول حاجة عندنا قبل ما نخش على الدي ترانسكريبشن عايزين نفتكر السنترال دوجما. إيه اللي بيحصل في السنترال دوجما؟ كل اللي بيحصل عندنا إن الدي إن إيه اللي هو الجيناتيك ماتيريال وخصوصا الجين اللي موجود جوه الدي إن إيه بيحصل له عملية إيه؟ بيحصل له ترانسكريبشن بيدينا إيه؟ الماسنجر ار إن إيه. والماسنجر ار ان ايه بيحصل له ترانسليشن ترجمه بيدينا ايه البرودكت بتاعنا اللي هو البروتين. ده اللي بيحصل عندنا في السنترال دوجما. يبقى اول حاجه عندنا الدي ان ايه اللي هو جيناتيك ماتيريال بيحصل له ايه عمليه الترانسكريبشن، ودي موضوع الحلقه. ترانسكريبشن يدينا ماسنجر ار ان ايه، والماسنجر ار ان ايه ده بيحصل له ترانسليشن ترجمه يدينا البرودكت اللي هو البروتين. ده اللي بيحصل عندنا في السنترال دوجما. الدي ان ايه اللي هو جواه حاجه اسمها الجين اللي هو السيكونس اوف دي ان اي وذ نو فانكشن. الجين ده بيحصل له ترانسكريبشن يدينا ماسنجر ار ان ايه، والماسنجر ار ان ايه بيحصل له ترانسليشن يدينا البروتين. ده اللي بيحصل في السنترال دوجما. طيب دلوقتي احنا هنتكلم على دي ان اي ترانسكريبشن ان بروكاريوتس. طيب في البروكاريوتس الدي ان اي ترانسكريبشن انزيم واحد بس اللي بيستخدم في العمليه كلها. اسمه ايه؟ اسمه ار ان ايه بوليميريز هولو انزيم. ده الانزيم اللي بيستخدم في عمليه الترانسكريبشن في البروكاريوتس. طب الانزيم ده ليه ميزه البروكاريوتس عن الايو، ان البروكاريوتس انزيم واحد بيعمل لي كل الار ان اي. يعني الار ان اي بوليميريز هولو انزيم يقدر يعمل لي ار ان اي، يقدر يعمل لي نسخ لار ان اي، لتي ار ان اي، لام ار ان اي، وده المهم من موضوع الحلقه. بينما في الايوكاريوتس اللي هنتكلم عليه في الحلقات الجايه، الايوكاريوتس بيبقى كل نوع ليه انزيم معين. ده بالنسبه ايه للانزيم اللي بيستخدم في عمليه الترانسكريبشن. يبقى دي ان ترانسكريبشن ان بروكاريوتس الانزيم عندنا اسمه ايه؟ ار ان اي بوليميريز هولو انزيم. ده بيتكون من حاجتين، من كور انزيم وسيجما سب يونت او سيجما فاكتور. طيب يبقى الار ان اي بوليميريز هولو انزيم ده الانزيم اللي انا بستخدمه في عمليه الترانسكريبشن في البروكاريوتس. بيتكون من كام حاجه؟ بيتكون من حاجتين. اول حاجه عندنا الكور انزيم، والكور انزيم ليه كده سب يونت، ليه 5 سب يونت. ايه هم ال5 سب يونت بتوعه؟ 2 الفا، 2 بيتا اللي هي البيتا وبيتا برايم واوميجا. ده ايه؟ ده مكونات الكور انزيم. يبقى الكور انزيم عندنا بيبقى فيه 5 سب يونتس، 2 الفا، 2 بيتا واوميجا. ده ايه؟ ده الكور انزيم. طيب تاني كومبوننت عندنا من مكونات الار ان اي بوليميريز هولو انزيم هو السيجما فاكتور او السيجما سب يونت. طب ده مهم لايه؟ السيجما سب يونت مهم جدا، هو اللي بيتعرف بيعمل ريكوجنيشن للبروموتر سيكونس. يعني ايه؟ ده اول حاجه بيروح يرتبط بالبروموتر، بيروح يرتبط بالحته اللي يبتدي من عندها النسخ. ده ايه؟ ده السيجما سب يونت. يبقى كده عندنا انزيم هو ار ان اي بوليميريز هولو انزيم. بيكون من كام حاجه؟ من حاجتين، بيكون من كور انزيم وسيجما سب يونت. دي مهمه جدا في عمليه الريكوجنيشن عشان نتعرف على البروموتر سيكونس. طيب الكور انزيم بيتكون من كام سب يونت؟ من 5، 2 الفا، 2 بيتا والاوميجا. بنسميها بيتا وبيتا برايم. تمام؟ ده كده بالنسبه ايه؟ بالنسبه للانزيم عندنا. طيب عمليه بقى الترانسكريبشن عاوزين نلخصها كده في الحته دي، بعد كده نشرحها بالتفصيل. ايه اللي بيحصل؟ احنا دلوقتي عندنا الدي ان ايه. الدي ان ايه هو موجود عندنا. طيب جوه الدي ان ايه بيبقى فيه جين. انا اتخيل ان ده الجين. الجين في البدايه هيبقى عندنا ايه؟ بروموتر اللي هو البادئ بتاع الجين. في النص بنسميها ايه؟ كودينج سيكونس. دي السيكونس اللي هيحصل لها ترانسكريبشن هتدينا الماسنجر ار ان ايه. في النهايه عندنا ايه؟ الترمينيشن اللي هو نهايه عمليه الترانسكريبشن. يبقى عندنا الجين اهو. في بدايه الجين في بروموتر. تمام؟ احنا عندنا الدي ان ايه طويل، في الجين. البروموتر ده اللي بيعرف الار ان اي بوليميريز بدايه عمليه النسخ. ده ايه؟ البروموتر. طيب بعد البروموتر بيبقى موجود عندنا ايه؟ الكودينج سيكونس. دي السيكونس اللي هتدينا الماسنجر ار ان اي. تمام؟ احنا الحلقه كلها هنتكلم على الماسنجر ار ان اي. طيب بعد الكودينج سيكونس بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ترمينيشن. الترمينيشن دي بتتم عن طريق ايه؟ عن طريق سيجنال، وهنقولها اخر حاجه. تمام؟ ده كل اللي بيحصل في الترانسكريبشن. يبقى اول حاجه عندنا ده مثلا الجين. الجين اللي هيحصل له ترانسكريبشن، اول منطقه فيه بنسميها ايه؟ بروموتر. دي اول منطقه. المنطقه دي بروموتر، دي اللي بتقول للار ان اي بوليميريز تعالى احنا هنبدا الترانسكريبشن من هنا. طيب تاني منطقه عندنا بنسميها ايه؟ الكودينج سيكونس او الكودينج ريجن. الكودينج سيكونس دي اللي هتديني الماسنجر ار ان اي، دي اللي فيها الكود اللي هيتنسخ. طيب اخر حته عندنا اسمها الترمينيشن.
هذه الحته دي بتبقى سيجنال، اشاره معينه ان وقف عمليه، اللي يقول لي الار ان اي بوليمريز وقف خلاص، وقف نسخ، دي النهايه بتاعتك. تمام، ده كده ايه اللي بيحصل في البروسيس كلها. يبقى اللي بيحصل في الدي ان اي ترانسكريبشن ان بروكاريوتس هو انزيم واحد اسمه الار ان اي بوليمريز، هو الانزيم. كل اللي هو بيعمله اول حاجه عندنا الدي ان اي، انا اتخيل ان ده الجين. اول حاجه بيروح يرتبط بالبروموتر، تمام، ده مكونات الجين بروموتر. بعد البروموتر الكودينج سيكونس، هو بيعمل نسخ للكودينج سيكونس. اخر حاجه عندنا ايه؟ ترمينيشن سيجنال، في سيجنال معينه بتقول له ايه؟ وقف عمليه النسخ. ده اللي بيحصل في الترانسكريبشن. طب تعالى نشرح بقى كل واحده بالتفصيل. اول حاجه عندنا البروموتر. عمليه الترانسكريبشن عندنا بتتم عن طريق 3 مراحل: انيشيشن، elongation، وترمينيشن. اول بروسيس عندنا هي انيشيشن. طب ايه اللي بيحصل فيها؟ في الانيشيشن كل اللي بيحصل ان الار ان اي بوليمريز هو الانزيم بيرتبط بالبروموتر. بيرتبط بايه؟ بالبروموتر ريجن. احنا هناخد دي المنطقه دي هنكبرها هنا. البروموتر ريجن عندنا في البروكاريوتس بتتكون من 3 حاجات. دي البروموتر ريجن، تمام، ده البروموتر عندنا، بروموتر ريجن. كم حاجه؟ 3 حاجات: minus 35 ريجن، minus 10 ريجن، بلس 1 ريجن. دول ال3 مناطق بتوع البروموتر ريجن. يبقى البروموتر ريجن في البروكاريوتس عندنا كام حاجه؟ 3. اول حاجه minus 35، تاني حاجه minus 10، تالت منطقه عندنا اللي هي البلس 1. طب ايه كل منطقه؟ هنشرحها دلوقتي. اول حاجه عندنا minus 35. minus 35 ريجن دي السيكونس بتاعها بتبقى عاده تي تي اللي هو ثيامين، جوانين، ادينين، سيتوزين، ادينين. دي السيكونس بتاعت ايه؟ minus 35. طب ايه هي الريجن دي؟ الريجن دي بنسميها ريكوجنيشن سايت. recognition site and binding site of RNA polymerase. يعني ايه؟ يعني دي اول منطقه، دي الريكوجنيشن سايت، اول منطقه الار ان اي بوليميريز هيرتبط بيها في الجين. دي اسمها ايه؟ minus 35. وبيبقى البايندنج بين الار ان اي بوليميريز والمنطقه دي، البايندنج بنسميه لوزلي. يعني ايه؟ بايندنج ضعيف. تمام، ده ايه؟ minus 35. طب نيجي عندنا لتاني منطقه عندنا اللي هي minus 10. minus 10 ريجن، تمام، التكوين بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى عباره عن القواعد بتاعتها ثيامين، ادينين، ثيامين، ادينين، ادينين، ثيامين. دي السيكونس اللي بتبقى موجوده فيها. طب الريجن دي بنسميها ايه؟ بنديها اسم تاني اسمه بريبنو بوكس. طيب دي اللي بيحصل فيها، دي اللي بيحصل فورميت او فورم ستيبل كومبلكس بين الدي ان ايه and الار ان اي بوليميريز. يعني ايه؟ يعني الماينس 10 دي اللي بيحصل فيها ان الستيبل كومبلكس بيتكون، ستيبل كومبلكس بين الار ان اي بوليميريز ومين تاني؟ والدي ان اي بتاعنا، تمام، دي ماينس 10 ريجن. طيب والبايندنج هنا بيبقى ايه؟ بيبقى تايتلي. يعني بيبقى بايندنج بين الار ان اي بوليميريز والدي ان اي سيكونس اللي هي ايه؟ في الريجن دي. طب بلس 1، بلس 1 دي الستارت ريجن، start of transcription. طيب تعالى نرجع تاني. اول حاجه عندنا احنا بنبتدي بعمليه ترانسكريبشن، دي ان ترانسكريبشن ان بروكاريوتس. العمليه دي بتتم عن طريق 3 بروسيس. اول حاجه عندنا انيشيشن، تاني حاجه elongation، تالت حاجه ترمينيشن. طيب اول بروسيس عندنا انيشيشن. ايه اللي بيحصل؟ احنا عاوزين، قلنا الجين عندنا فيه 3 حاجات: البروموتر والكودينج سيكونس والترمينيشن. طب البروموتر وظيفته ايه؟ وظيفه البروموتر ان يخلي الانزيم اللي هو الار ان اي بوليميريز هو الانزيم يرتبط بيه، يقول له ان ده موقع الجين. فالار ان اي بوليميريز يروح يرتبط بالبروموتر، بعد كده يعمل ايه؟ يعمل الونجيشن للكودينج سيكونس اللي هو يعمل ايه؟ يعمل نسخ. بعد كده يوقف عند ايه؟ عند الترمينيشن سيجنال. ده اللي بيحصل. طب اول حاجه عندنا انيشيشن، دي المناطق اللي بتبقى موجوده في البروموتر بتاع البروكاريوتس. كم منطقه؟ 3: minus 35 وماينس 10 وبلس 1. طب كل منطقه، اول منطقه عندنا اللي هي minus 35 اللي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل دي بنسميها ريكوجنيشن سايت، دي البايندنج سايت، دي الار ان اي بوليميريز هو الانزيم بيروح يرتبط بيها. طب ثاني منطقه اللي هي الماينس 10، الماينس 10 بنسميها بريبنو بوكس. ايه اللي بيحصل فيها؟ دي اللي بيحصل بيتكون عندنا ستيبل كومبلكس بين الدي ان اي
اللي هو التارجت دي ان اي سيكونس اللي هيحصل لها ترانسكريبشن، والار ان اي بوليميريز هو الانزيم، والبايندنج بيبقى تايتلي، بيبقى بايندنج جديد بينهم. طب البلس 1 دي بقى الستارت اوف ترانسكريبشن. طب احنا بقى دلوقتي هنتخيل الار ان اي بوليميريز هنرسمه بشكل معين. ده وليكن عندنا الار ان اي بوليميريز بيتكون من كام حاجه؟ من حاجتين اهو، دول الحاجتين. ده مثلا الكور انزيم، تمام، ومعاه السيجما سب يونت. ايه اللي هيحصل؟ الار ان اي بوليميريز اهو جاي، هيروح هيعمل بايندنج، هيتعرف على الريكوجنيشن سايت اللي هو ايه؟ اللي هي ماينس 35 ريجن عن طريق النيوكليوتايد دي، هيتعرف عليها، هيروح يعمل ايه؟ هيعمل بايندنج. ولكن اللي بيعمل بايندنج يا شباب المهم في البايندنج هو السيجما سب يونت. ده مهم عشان هو اللي بيتعرف على المنطقه دي، تمام؟ هيروح يتعرف على المنطقه دي، هيعمل بايندنج معاها، بس البايندنج يبقى ايه؟ هيبقى لوزلي. طيب بعد كده هيروح يعمل بايندنج، الكومبلكس ده كله هيتكون، هيبقى ستيبل كومبلكس عند ايه؟ عند الماينس 10 ريجن اللي هي دي السيكونس بتاعها. طب الترانسكريبشن هيبدا امتى؟ هيبدا من عند بلس 1 ريجن. ده اللي بيحصل في ايه؟ في الانيشيشن، تمام؟ يبقى كل اللي بيحصل في الانيشيشن ان احنا عاوزين الار ان اي بوليميريز هورو انزيم يروح يرتبط بالمنطقه اللي هيحصل عندها ايه؟ هيحصل عندها ترانسكريبشن. طب دي بتحصل ازاي؟ بتحصل عن طريق ان البروموتر بيبقى فيه ثلاث مناطق، ماينس 35 وماينس 10 وبلس 1. ماينس 35 بيروح يرتبط بس بطريقه لوزلي، تمام؟ دي بنسميها الريكوجنيشن سايت اند بايندينج سايت اوف ار ان اي بوليميريز. طب المنطقه الثانيه ماينس 10 دي بنسميها بريبنو بوكس، دي بقى اللي بتكون الستيبل كومبلكس، تمام؟ ودي البايندنج بيبقى ايه؟ بيبقى تايتلي بايندنج. طب اخر منطقه عندنا اللي هي البلس 1 دي ايه؟ ستارت اوف ترانسكريبشن. دي كده بالنسبه لاول عمليه عندنا هي ايه؟ الانيشيشن. كده الار ان اي بوليميريز ارتبط بالبروموتر. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ تبتدي عندنا عمليه الالونجيشن. الالونجيشن اللي بيحصل فيها الار ان اي بوليميريز يبتدي يعمل الام ار ان اي. طب بيعمله ازاي؟ بيعمله عن طريق ان هو بيعمل ريد، بيقرا من 3 ل 5، ودي قاعده عامه، وبيعمل بيلد او سينثسايز من 5 برايم ل 3 برايم. دي القاعده العامه. دي بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمله الار ان اي بوليميريز هو الانزيم. يبقى اول خطوه عندنا خلصنا الانيشيشن، الار ان اي بوليميريز هو الانزيم راح يرتبط بالبروموتر. طيب تاني خطوه عندنا الونجيشن، هيعمل نسخ. طب فلما بيعمل نسخ بيعمل ايه؟ بيقرا من 3 ل 5 وبيبني من 5 ل 3. طيب ده عندنا شكل الدي ان ايه، او من 3 برايم ل 5 برايم. يبقى هو يقرا الستراند ده، بنسميه ايه؟ الستراند اللي هيتقري بنديله اسم بنسميه تمبلت ستراند، او اسم تاني انتي سنس ستراند. يبقى كل اللي بيحصل عندنا الار ان اي بوليميريز هيعمل الونجيشن، هيقرا من 3 ل 5. الستراند ده بنسميه ايه؟ بنسميه تمبلت ستراند او انتي سنس ستراند. طيب واللي تحت اللي هو عكسه اللي هو من 5 برايم ل 3 برايم بنسميه ايه؟ بنسميه كودينج ستراند. ده الدي ان ايه. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ هيجي عندنا الار ان اي بوليميريز هيقرا من 3 برايم ل 5 برايم. طيب هيجي يقرا مثلا، وليكن عندنا هنا قاعده ثيامين، هيحط قصادها ايه؟ هيحط قصادها ايه؟ او هيبتدي يبني بقى الام ار ان ايه. ده 5 برايم ادينين. طب دي مثلا سي، هيحط قصادها ايه؟ هيحط قصادها جي، الكومبلمنتريتي. دي جي هيحط قصادها ايه؟ سي. طب دي ايه؟ هيحط قصادها ايه؟ يو. لان احنا قلنا في الدي ان ستراكشر، قلنا الار ان ايه مختلف عن الدي ان ايه في قاعده، هي الثيامين. مكان الثيامين اللي هي في الدي ان ايه بنحط مكانها ايه؟ يو يراسل في الار ان ايه. يبقى هنا لو في ادينين هيحط مكانها ايه؟ يو يراسل. طب لو في ادينين تاني هيحط مكانها يراسل. لو في تي هيحط ايه. ده كده ايه؟ ده بالنسبه للار ان اي بوليميريز اهو عمال يبني 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 يبني. ده كده ايه؟ دي 3 برايم. ده كده الاستراكشر بتاع الام ار ان ايه، الام ار ان ايه. طب احنا بنسميه ايه بقى؟ بنسميه ماتيور ام ار ان ايه. ام ار ان ايه ماتيور يعني ايه؟ يعني هيحصل له ترانسليشن على طول. ده في البروكاريوتس، تمام؟ ده ايه؟ ده في الالونجيشن. يبقى الار ان اي بوليميريز عندنا عمل ايه؟ عمل حاجات كتير. ده هو اللي عمل اوبن للدي ان ايه. ازاي؟ انا الدي ان عندي دبل ستراندد، هو اللي فتح الدي ان ايه، وهو كمان اللي خلى السنجل ستراند عمل لها ستيبلايزيشن. عمل ستيبلايزيشن
ستيبلايز السنجل ستراندد دي ان ايه اللي هو ده. طيب وعمل ايه تاني؟ وكمان عمل هيليكيز. يعني ايه؟ يعني بيفتح القواعد. يعني مثلا دي الاول كانت مربوطه مع بعضها كده، هو اللي فتحهم عشان يعمل ايه؟ يعمل عمليه النسخ. ده اللي بيعمله ايه؟ الار ان اي بوليمريز. طيب وقلنا اهم حاجه ان هو بيقرا من كام لكام؟ بيقرا من 3 ل 5، وبيبني من كام لكام؟ من 5 ل 3. ده كده بالنسبه ايه؟ بالنسبه لعمليه الالونجيشن. يبقى الالونجيشن خلاص الار ان اي بوليمريز ارتبط بالبروموتر. هيعمل الونجيشن ازاي؟ هيقرا من 3 ل 5 وهيبني من 5 ل 3. وقلنا ملحوظتين. اول ملحوظه عندنا ان لو لقى قاعده ادينين هيحط قصادها ايه؟ يوراسل، لان الار ان اي في الاستراكشر مختلف عن الدي ان اي في القاعده دي. دي ان بيبقى ثايمين وار ان اي بيبقى يوراسل. طب تاني حاجه قلنا الام ار ان اي الناتج ده بيبقى ايه؟ ماتيور. يعني ايه ماتيور؟ يعني بيحصل له ترانسليشن على طول. الاثنين العمليتين البروسيس الترانسليشن والترانسكريبشن في البروكاريوتس الاثنين بيبقى قابل بيحصلوا مع بعض. طيب كده حصل الالونجيشن عندنا. عاوزين بقى نخلص العمليه. خلاص احنا عملنا الام ار ان اي بتاعنا. عاوزين بقى نعمل ترمينيشن. اخر بروسيس عندنا هي الترمينيشن. الترمينيشن في البروكاريوتس بيتم عن طريق حاجتين، رو ديبندنت ورو اندبندنت. ايه الفرق بين الاثنين؟ اول حاجه عندنا الرو ديبندنت. الرو ديبندنت دي بتعتمد على بروتين اسمه رو بروتين. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن هيكسمر بروتين، بروتين لارج بروتين. بيبقى فيه حاجتين، اي تي بيز وهيليكيز. يعني ايه؟ يعني ده بيستهلك اي تي بي، وتاني حاجه هيليكيز اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل بريك للهيدروجين بوند. طيب ده بالنسبه ايه؟ لاول طريقه عندنا. اول طريقه عندنا رو ديبندنت ترمينيشن. اللي بيحصل ذا رو بروتين اللي هو هيكسمر بروتين لارج بروتين بيبقى فيه حاجتين، اي تي بيز يعني نيد اي تي بي، بيحتاج اي تي بي. تاني حاجه هيليكيز يعني بيعمل بريك للهيدروجين بوند. طيب ايه اللي بيعمله بقى؟ كل اللي هو بيعمله الرو ديبندنت ده في الطريقه الاولى اللي هي الرو ديبندنت. بيعمل ايه؟ البروتين ده بيعمل موفينج اب الماسنجر ار ان اي اند جيت ار ان اي بوليمريز جيت اواي. ازاي بقى؟ بص ده عندنا الار ان اي بوليمريز، وده عندنا التمبلت ستراند. التمبلت ستراند ده اللي بيقراه. تمام؟ طيب وده عندنا الام ار ان اي. ايه اللي بيحصل؟ بيجي هنا عن كده عندنا الروبروتين بيفضل يتحرك على الماسنجر ار ان اي، ويجي هنا يعمل ايه؟ يخلي الار ان اي بوليمريز يبعد، يقول له خلاص وقف عمليه وقف عمليه الترانسكريبشن. تمام؟ طيب وبيعمل ايه؟ بيكسر بقى البوند خلاص اللي اتكونت بين الام ار ان اي والتمبلت ستراند بتاعي. ده ايه؟ دي اول ميثود عندنا اللي هي الرو ديبندنت. يبقى الرو ديبندنت ترمينيشن كل اللي بيحصل فيها ان انا بستخدم عندي بروتين اسمه الرو بروتين. ده بيعمل ايه؟ كل اللي هو بيعمله بيروح يتحرك على الماسنجر ار ان اي ويخلي الار ان اي بوليمريز يبعد، يعملها بانش اوت، يقول لها جيت اواي، ابعدي عن التمبلت ستراند. خلاص انت وقفت عمليه ايه؟ وقفت عمليه الترانسكريبشن. طب تاني طريقه عندنا، تاني طريقه هي الرو اندبندنت ترمينيشن. ايه اللي بيحصل فيها بقى؟ دي ما بتعتمدش على بروتين، بس دي لازم تو فيتشرز يحصلوا، حاجتين يحصلوا. ايه هما؟ اول حاجه عندنا inverted repeats او بنسميها بالندروميك repeats. تاني حاجه، تاني شرط عندنا 6 adenine nucleotide follow the second repeats. يعني ايه؟ احنا عندنا ده التمبلت ستراند. تمبلت ستراند ده التمبلت ستراند بتاع الدي ان ايه. بص معايا السيكونس دي. عندنا حاجه اسمها ايه؟ inverted repeats. يعني ايه inverted repeats؟ يعني السيكونس هنا مع اللي هنا الاثنين بيعملوا كومبلمنتري مع بعض، متعاكسين وفي نفس الوقت كومبلمنتري لبعض. اهي السيكونس دي مع السيكونس دي الاثنين مع بعض بنسميهم ايه؟ انفيرتد ريبيتس. ليه؟ الاثنين عكس بعض. تمام؟ وفي نفس الوقت الاثنين كومبلمنتري لبعض. السي كومبلمنتري للجي، والسي هنا كومبلمنتري للجي، والجي هنا كومبلمنتري للسي، وهكذا. دي الانفيرتد ريبيتس. يبقى ده اول شرط عندنا. طب ثاني شرط 6 ادينين نيوكليوتايد فولوز ذا سكند ريبيتس. دي عندنا السكند ريبيتس. بعدها 6 قواعد ادينين. ده كده ايه؟ ده الشرطين عشان الطريقه الثانيه اللي هي الرو اندبندنت. يبقى تاني مثل عندنا هي الرو اندبندنت. ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل فيها ان اول حاجه عندنا بيبقى عندنا انفيرتد ريبيتس. تمام؟ الانفيرتد ريبيتس فهمناها اهي، دي الانفيرتد ريبيتس. تاني شرط عندنا ان بعد سكند انفيرتد ريبيتس بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه 6 نيوكليوتايد من الادينين. طيب ده ايه؟ ده التمبلت ستراند اوف دي ان ايه. هيجي الار ان اي بوليمريز
يقرا التمبلت ستراند عشان يعمل لنا ايه؟ يعمل لنا ماسنجر ار ان ايه. قراه عمل لنا الشكل ده اهو، انفيرتد ريبيتس اهي موجوده تمام. وطبعا الاي اتحولت لايه؟ ليو. ده ايه؟ الماسنجر ار ان ايه بتاعنا. طيب ازاي بقى عمليه الترانسكريبشن هتقف؟ هتقف عن طريق فورميشن اوف هيربن لوب. طب دي هتتكون ازاي؟ دي هتتكون عن طريق ان دي الانفيرتد ريبيت دي مع دي هيكونوا هيدروجين بوند، فهيدينا الشكل ده، هيدينا الهيربن لوب. ان كل اللي هيحصل ان الام ار ان ايه هيحصل له فولد نتيجه الانفيرتد ريبيتس، فهيدينا هيربن لوب الشكل ده. فالشكل ده هيعمل ايه؟ هيعمل ترمينيت للترانسكريبشن بروسيس. تمام. طيب في حته بقى تاني، اشمعنى الشرط التاني قلنا الريبيتس دي اللي هو 6 نيوكليوتايد من الادينين؟ عشان الادينين البايندنج بتاعها بيبقى ضعيف، الادينين بيبقى 2 هيدروجين بوند، بينما الثانيه دول اللي هم الجوانين والسيتوسين بيبقوا كام هيدروجين بوند؟ بيبقى 3 هيدروجين بوند. يبقى دي كده بالنسبه للمثل الثانيه. يبقى الفرق بين رو ديبندنت ورو اندبندنت. رو ديبندنت بتعتمد على الرو بروتين. الرو بروتين ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيكسمر بروتين، لارج بروتين، بيحتاج اي تي بيز، بيحتاج اي تي بي، وعنده نشاط هيليكيز. بيعمل ايه؟ كل اللي هو بيعمله بيتحرك على الماسنجر ار ان ايه ويخلي الار ان اي بوليميريز يبعد عن التمبلت ستراند، فبالتالي وقف عمليه ايه؟ ترانسكريبشن. طب تاني طريقه عندنا هي الرو اندبندنت. الرو اندبندنت بتعتمد على حاجتين، انفيرتد ريبيتس و سكند انفيرتد ريبيتس بيبقى بعدها 6 نيوكليوتايد من الادينين. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عندنا لما بيتكون الماسنجر ار ان ايه بيحصل له ايه؟ بيحصل له فولد نتيجه الانفيرتد ريبيتس. الانفيرتد ريبيتس مع بعضها كون لي الشكل ده، ان دول الانفيرتد ريبيت دي اللي هي رقم واحد مع الثانيه هيعملوا ايه؟ هيعملوا هيدروجين بوند مع بعض، فيديني الشكل ده اللي هو بنسميه هيربن لوب. طب الهيربن لوب هيعمل ايه؟ هيعمل ترمينيت لعمليه ايه؟ الترانسكريبشن. ازاي؟ عن طريق اللي هو يعمل تريجر للار ان اي بوليميريز. هيعمل تريجر للار ان اي بوليميريز، فبالتالي يوقف عمليه الترانسكريبشن. طيب ده كان بالنسبه ايه؟ للترمينيشن. هنقول اخر ملحوظه عندنا، الماسنجر ار ان ايه اللي بيتم انتاجه من دي ان ترانسكريبشن اوف بروكاريتس ده بنسميه بوليسيسترونيك. يعني ايه بوليسيسترونيك؟ يعني ماسنجر ار ان ايه كونتين امينو اسيدز فور مور ذان وان جين. الامينو اسيدز دي بتبقى اكتر من جين، مش جين واحد بس. تمام. دي كانت بالنسبه لاخر حته عندنا بالنسبه لمحاضره النهارده دي ان ترانسكريبشن ان بروكاريتس.